ازيكم يا جماعه؟ والدوري الانجليزي ايه اللي بيحصل في الدوري ده؟ ليفربول وقع والسيتي ركب والمنافسه على المركز الرابع على اخرها. الاسبوع ده يا جماعه حصل فيه حاجات كتير جدا. الدوري الانجليزي الدنيا بقت صعبه قوي. السيتي بقى الاول 71، تاني ليفربول 70، الثالث توتنهام 61. المنافسه على المركز الرابع بين تشيلسي وارسنال ويونايتد بقت قويه جدا. يونايتد 58 نقطه، ارسنال 57 نقطه، تشيلسي 56 نقطه، وتشيلسي لسه فاضل له ماتش مؤجل مع برايتون، لو كسبوا هيطلع المركز الرابع مكان مانشستر. الجوله دي كان فيها ديربيات كتير. تعالوا نبدا مع الديربي الاول، توتنهام وارسنال. الماتش بصراحه كان قوي جدا بين الفرقتين. توتنهام مع بوتشيتينو بدات 3-4-3، إريكسن تحت سون وتحت هاري كين. الناحيه الثانيه امري بدا 4-2-3-1، مختريان ورامسي وايوبي عشان خاطر يقفل الجبهات على توتنهام اللي كان بتلعب عليها طول الماتش. شفنا الشوط الاول توتنهام بدات مركزه على ناحيه اليمين، ناحيه تريبيه، وكان سون بيميل عليه. حتى يمكن سيسوكو اللي كان المفروض بيلعب جنب ونياما في القلب كان بيروح كمان ناحيه اليمين، فده كان بيسيب نص الملعب فاضي خالص. ارسنال استغل قلب الملعب اللي كان فاضي زي ما قلنا، لان سيسوكو كان بيروح كتير ناحيه اليمين، وكان بيبقى فيه كثافه عاديه لارسنال في نص الملعب، جندوزي وتشاكا ورامسي. وشفنا حتى الجون الاول اللي دخل في توتنهام وغلطه غريبه جدا من سانشيز، ويمكن توتنهام موعوده مع الاخطاء. شفنا كمان الماتش بتاع تشيلسي، تريبيه حط جون في نفسه، ولي سانشيز جله في الكوره ولكست لعبها ثرو حلو جدا لرامسي اللي راح على الجون، يمكن اول مره اشوفه بيجري الجري ده، ورقص وحطها حلو جدا في الجون. توتنهام برده فضلت مكمله الشوط الاول بنفس السيناريو، بتلعب على الجبهه اليمين زي ما قلنا سون وسيسوكو. طب الناحيه الثانيه الناحيه الشمال ما كانش فيه حد خالص، رويز كان بيلعب لوحده وهم اصلا ما فكروش يلعبوا في الحته دي خالص. كل الكور عرضيات، إريكسن بيوقف على حدود المنطقه عشان يستنى اي كره ثانيه، وهاري كين كان جوه المنطقه، بس كل الكور العاليه كانت بتاعه دفاع ارسنال بقى كان بيستنى الكوره وكان بيلعب على الكاونتر اتاك. شفنا ايوبي وشفنا مخترين ازاي كان بيلعبوا في ظهر الباكين روز وتريبيه. بس بصراحه يمكن السيطره كلها كانت توتنهام الشوط الاول، وتوتنهام يمكن ما ضيعتش فرص كتير. في فرصه في اخر الشوط الاول بصراحه لينو يا جماعه، انا مش عارف ايه حكايه الحراس الالماني السنه دي، عاملين حاجات خياليه. في كوره شالها كده على مرتين، حاجه يعني بوم بصراحه. الشوط الثاني انا قلت هيحصل اختلاف، توتنهام هتغير طريقه لعبها، هيلعبوا مثلا 4 بدل 3، هنشوف الجبهه الشمال هتشتغل شويه. لا، فضلوا مكملين بنفس السيستم، بيلعبوا على الناحيه اليمين. حتى لما خرج وانياما رجع إريكسن جنب سيسوكو وخلى لاميلا تحت راسين الحربه، وفضلت الدنيا مكمله بنفس الشكل ده لحد الدقيقه 60. الراجل قال لك خلاص انا ممكن اغير، قلب بالطريقه 4 وخلى روز يخش في قلب الملعب جنب سيسوكو وبقى يلعب بجبهتين. وشفنا حتى يورنتي ينزل الشوط الثاني وبدا توتنهام يضغط من ناحيتين، ناحيه اليمين وناحيه الشمال، وبدات الكروسات تشتغل. وشفنا حتى الكوره العاليه والضربات الثابته كانت مميزين فيها جدا وعملوا اكتر من فرصه، وحتى الجون اللي دخل من ضربه جزاء كانت من كوره ثابته. الناحيه الثانيه ارسنال الشوط الثاني كان مستسلم جدا ورجع ورا خلاص، بدا يامن. اوباميانج لما نزل الشوط الثاني ما شفتوش خالص، تحس ان هو نازل قرفان، حتى ضربه الجزاء شاطها وحش جدا. كمان اوزيل لما نزل مكان رامسي بطيء جدا. يمكن الماتش اللي قبليه في الدوري عمل ماتش حلو جدا، بس الماتش ده برده نازل تايه، ما دخلش في جو الماتش، لان ماتش الديربي بيبقى قوي جدا ومحتاج ان اللعيب اول ما ينزل يدخل على طول في مود الماتش. مانشستر وساوثهامبتون، بصراحه الماتش ده يا جماعه كان حلو جدا. مانشستر الشوط الاول ضيعت فرص كتير قوي وعمل فرص كتير جدا. سانشيز بدا الماتش ناحيه الشمال، وراشفورد كان بيخش يكمل مع لوكاكو في القلب، وكان بيتلعب كروسات كتير. شفنا يمكن بوجبا ما كانش فايق شويه. بيريرا بقى هو اللي عمل ماتش عالي جدا، حتى هجوميا كمان كان بيزيد، والباس بتاعه كان حلو جدا، كان بيستلم بين الخطوط حلو، وكان بيطلع باصات حلوه ناحيه اليمين ليانج وناحيه الشمال لشو. بس كان بصراحه كان في سوء حظ غريب الشوط الاول، لوكاكو بصراحه ضيع بتاع فرصتين 3 ما يضيعوش، وكانت حاجه غريبه جدا. الناحيه الثانيه ساوثهامبتون كان بيعتمدوا على الكونتر اتاك، كان بيلعبوا 4-4-2 وكانوا مقفلين صح جدا. وشفنا الشوطه اللي شاطها فاليري جون حلو جدا بصراحه، وحتى الجون الثاني اللي دخلوه برده كان من فاول من بره المنطقه من براوز. فساوثهامبتون عملوا ماتش حلو، بس مانشستر عملت الشوط الثاني حلو جدا. مانشستر الشوط الثاني بدا يفوق بعد ما سانشيز طلع، نزل دالوت ناحيه اليمين بدا يلعب وينج، وبوجبا راح ناحيه الشمال، وبيريرا بدا يزيد، راشفورد بقى يخش كمان يسند جنب لوكاكو. ولوكاكو يا جماعه عمل حاجه غريبه جدا، حط جونين بيمينه، ودي حاجه ما كانتش بتحصل خالص. حتى كمان يمكن الماتش اللي قبليه بتاع كريستال بالاس حط جونين، يعني في ماتشين حط 4 تجوان. ده لوكاكو يا جماعه عمره كان بيعمل كده. لوكاكو يا جماعه اشول، الكوره اللي جات له على شمال الشوط الاول لعبها وحش جدا، الشوط الثاني الكوره اللي جات له على يمينه وهي اللي حطها جون، وكور صعبه، فاللي هو سبحان الله يعني. ولو هنتكلم عن مانشستر فلازم نتكلم عن يوسف يا جماعه بيسلم عليكم جدا، وهو باعت لكم فيديو، تعالوا نشوفه. نصور على طول. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ازيك يا احمد؟ انا يا جماعه زي ما انتم شايفين في التصوير، وانا عارف ان انا مقصر معاكم، بس الواحد والله الوقت اوقات داخله في بعضها، فمش عارف ان انا اجي احضر الحلقات ولا حتى اتفرج ولا اصور. سلم ابدال على الناس، تحيه كبيره يا بلال يا جماعه، كفر زي الفل، الراجل ده 100 100 وصح الصح. بس اول ما نفضى ان شاء الله واخلص تصوير الاوضه واخلص تصوير الجدول يفضل يعني شويه، هتلاقوني موجود في الحلقات.
لا عادي يا بيه، عايز تخرج براحتك عادي، مش حوار، لا احنا بنفك عادي. طبعا يعني انا بس عايز اعلق واقول حاجه، احنا مش بس بقينا توب فود، احنا بنخش المركز الثالث، وايه فرق بيننا وبين توتنهام 3 نقط. صباح الفل. انا بس عايز اقول حاجه واحده بس، قولي الدويل. اظن الرساله وصلت، المسج وصل. انا مش مصدق بصراحه اللي بيحصل في مانشستر. لوكاكو بيحط جوان بيمين والفرقه بتلعب، عندنا اصابات كتيره قوي، وسانشيز اتصاب عليهم هيقعد شهرين تقريبا، فمش عارف ازاي هنلعب ماتش باريس. يعني عندنا بوجبا موقوف، مارسيال مصاب، لينجارد مصاب، سانشيز مصاب، وماتيتش مصاب، وهريرا مصاب، مش هيلعبوا الست دول ماتش باريس. فمش عارف ايه اللي هيحصل. فكابتن احمد قول لنا، تفتكر ماتش، احنا هنخرج طبعا، بس تفتكر هنخرج عامل ازاي بالسكواد اللي هنلعب بقى بتشونج بقى وماكتوميناي وفريد وحاجه جميله قوي. فربنا يستر علينا. بالنسبه للدوري، ايه ده؟ ليفربول وقعوا، ايه ده؟ ايه ده؟ اني كان اتخيل. انا شايف بصراحه انه يعني هو دفاعهم شايله، بس صلاح الكورتين ضيعهم دول ما يدعوش تماما. وسيتي ماشيه معاهم، يعني المحرز كان على الدكه ونزل مكان اسمه ايه دي بروين لما اتصاب وجت معاه وبتاع. فسبحان الله، محرز اللي ضيع ضربه الجزاء في الانفيلد دلوقتي هو اللي بيحط جول قدام بورموث اللي خلى سيتي يركبوا الدوري تاني. بس لسه الدوري في الملعب. يعني انا شايف الماتشات لسه ماتشات كتيره جدا، فاضل 9 ماتشات ب 27 نقطه، والفرق بين مانشستر وليفربول والسيتي 12 نقطه، فلسه الدوري في الملعب طبعا. وقولي ان شاء الله ناخد الدوري مع مانشستر السنه دي، مش السنه الجايه حتى. ماشي يا جماعه، ده يعني نبذه كده، قلت ابعت لكم رساله من تحت الماء، رساله من التصوير لحد ما اجي الحلقات الجايه، والسلام عليكم. بصراحه يونايتد الله يكون في عونه، يعني غيابات كتير جدا، ماتيتش، هيريرا، لينجارد، مارسيال، سانشيز. نص ملعب بتاع مانشستر طبعا وقع جدا في غياب ماتيتش وغياب هيريرا، وماتش باريس هيبقى صعب جدا انك تلعب بيريرا وماكتوموناي، فالله يكون في عونهم بصراحه. تعالوا بقى نروح لماتش السيتي وبورنموث، وفخر العرب الحقيقي عاد. رياض محرز يا جماعه، الراجل نزل الشوط الثاني مكان دي بروين وحط جون، الماتش خلص 1-0. بصراحه الماتش ما فيهوش حاجه كتير نتكلم عليها، يمكن السيتي كان مستحوذ يمكن 90%، 10% لبورنموث. بورنموث تقريبا ما شاطوش ولا شوطه على الجون ولا شوطه بين الثلاث خشبات. كان السيتي كان ماسك كوره يمين وشمال وكان بيضيع فرص. طبعا هو لعب ماتش قبليها بثلاث ايام مع ويست هام وكسب 1-0 برده بالعافيه، وقبليها لعب ماتش 120 دقيقه مع تشيلسي. فاللعيبه طبعا كانت مرهقه جدا، كانوا بيحاولوا هم يستحوذوا على الكوره، مش بيحاولوا يعملوا مجهود كبير، ويحاولوا ان هم يكسبوا الماتش باقل مجهود، وده اللي حصل فعلا. محرز شاط شوطه بيمينه حلوه جدا، خلصت الماتش، واعتقد ان محرز الجون ده هيدخله تاني في اهتمامات جوارديولا. تعالوا بقى نروح لماتش تشيلسي وفولهام. ماتش توتنهام لما شفنا كابيرو بدا على حساب كيبا، قلنا خلاص الراجل ايه هيعاقب كيبا ويقعدوا دكه ومش هيشوفوا في الملعب تاني. لقينا كيبا بدا الماتش، وبصراحه يا جماعه كيبا هو السبب ان تشيلسي تكسب الماتش ده. ساري الشوط الاول بدا الماتش حلو جدا، ضاغط على فولهام وقال ان هو عايز يخلص الماتش بدري، لانه طبعا لعب 3 ماتشات في 10 ايام. الشوط الاول شفنا جمل حلوه جدا ناحيه اليمين، ويليان واسبيليكويتا كانوا بيعملوا دبل باص واوفر، هيجوايين بيقطع القريبه وحط جون، والكره دي اتعملت مرتين كمان في الشوط الاول، والجون بتاع فولهام شالها، وبصراحه واضح ان دي كانت جمله هم متفقين عليها. كمان جورجينيو عمل ماتش حلو جدا، تقريبا احلى ماتش ليه الموسم ده، كان بيستلم تحت ضغط كويس جدا، كان بينزل يسقط ويستلم من بين الاثنين مدافعين ويطلع بالكره حلو، كمان بين الخطوط كان بيستلم حلو جدا. وحتى الجون اللي جابه ازاي وقف وازاي خلى ان هو سرق المدافعين، وقف والمدافعين دخلوا جوه منطقه الجزاء وهو استلم الكره بره المنطقه وشاطها حلو جدا. في حاجه غريبه حصلت الشوط الاول بالنسبه لتشيلسي، وبصراحه انا ما فهمتهاش من ساري. كنت بتلاقي ويليان وهازارد الاثنين بيقفوا جنب بعض في جبهه واحده، يعني ناحيه الشمال مثلا، وتلاقي ايميرسون ويفضلوا يباصوا لبعض. طب الناحيه الثانيه المفروض انت لو هتجمع لعب في جبهه المفروض انت تغير اللعب على طول الناحيه الثانيه، لكن ده ما كناش بنشوفه. اسبيليكويتا ما كانش بيتحرك وكان بيفضل واقف ورا، كنا بنلاقي لعب كتير قوي ناحيه الشمال، بيفضلوا يباصوا لبعض كتير عشان يخشوا من الحته دي، مع ان هم لو كانوا على طول شغالوا الناحيه الثانيه وحد عمل الاوفر لاب الناحيه الثانيه على طول كان هيبقى فيه مساحات وكان ممكن يخلقوا فرص اكتر. المعجزه اللي حصلت الشوط الثاني ان جورجينيو خرج يا جماعه ونزل كوفازيتش. الاغرب بقى ان كانتي فاضل برده يلعب رقم 8 وكوفازيتش هو اللي رقم 6. بصراحه حاجه غريبه جدا، يعني كانتي المعروف ان هو احسن لعيب رقم 6 في العالم كله، هو برده مصمم يلعبه بوكس تو بوكس، وكوفازيتش المفروض ان هو عنده الحته الهجوميه احسن، لاعب رقم 6. بصراحه حاجه غريبه جدا. دفاع تشيلسي يا جماعه وحش جدا، ماتش تلاقيه عامل اداء حلو وماتش تاني تلاقيه عامل اداء وحش جدا. الماتش بتاع فولهام كريستيانسن وروديجير الاثنين الكور العاليه تايهين فيها، مفيش اي تفاهم، اي كوره عاليه بياخدها على طول متروفيتش او حتى كيرني اللي كان بيكمل في ظهره. حتى لويز لما بيلعب برده الكوره العاليه مره بياخد واحده وساعات بيسرح، الكوره على الارض بطاء جدا فيها. فدفاع تشيلسي بصراحه كارثه، وحتى ماتش السيتي وماتش توتنهام بتاع الدور الاول كان بيبين ده جدا. تعالوا بقى نروح لاخر ديربي وليفربول وايفرتون. محمد صلاح انا بصراحه مش عارف ايه اللي حصل له، لاول مره من ساعه ما راح ليفربول ويقعد 3 ماتشات ورا بعض ما يجيبش جوان، ودي حاجه غريبه جدا. والاغرب من كده ان هو حتى والماتش شغال تحس ان هو تايه،
يعني مش مركز، 3/4 قراراته غلط في الباص حتى في الترقيص. مش عارف بصراحه صلاح ماله الفتره الاخيره. الناس تقول لك ان هو بيلعب مهاجم، طب اهو الماتش ده والماتش حتى اللي فات بتاع واتفورد ما كانش بيلعب مهاجم، ماني وريجي هم اللي كانوا بيبدلوا، صلاح رجع تاني ناحيه اليمين بس برضه لسه تايه. كمان صلاح جاله انفرادين يعني لوحده هو والجون واتصرف فيهم بشكل وحش جدا، حتى يمكن هو قبل كده لما كان بيروح على الجون وناحيه اليمين والكره تجيله على شماله كان بياخدها لبره ويحطها في البعيده، المره دي خدها لبره وما وسعش لنفسه كويس فالكوره اتلعبت وحشه جدا. يمكن ليفربول هي نفس الطريقه اللي بيلعبوا بيها، ومشكله ليفربول دلوقتي يا جماعه الثلاثه بتوع نص الملعب فينالدوم وفابينيو وهندرسون، الثلاث لعيبه يا جماعه ما فيش حد فيهم بصير، الثلاث لعيبه بطاء جدا في التحضير، بطاء جدا حتى ان هم ياخدوا قرار ان هم يلعبوا الباص على طول، فدايما بتلاقي ان الكوره اول ما بتوصل للحته دي بتعطل شويه، انما الكوره مثلا لو مع ارنولد او روبرتسون وزايدين بيها بتلاقي في سرعه شويه في هجمات ليفربول، انما غير كده الكوره لما بتوصل تعدي على الثلاثه دول الهجمه بتبقى بطيئه جدا والتحضير بيبقى بطيء جدا، وبتلاقي ان الفرقه مش لاقيه حلول، دايما بتلاقي الحلول عند ارنولد وروبرتسون، او لما بيسقط مثلا فيرمينو لما بيلعب ويبتدي ان هو يعمل باص غير متوقع لصلاح او ماني، غير كده مفيش اي حلول خالص لليفربول. كمان الحل الثاني حل الكور الثابته، بتلاقي فان دايك بيزيد وماتب بيزيد وفي اكتر من كره اتلعبت في الماتش، بس بصراحه كان في باد لك كبير جدا. ماني وصلاح برضه يا جماعه الماتش ده عملوا حاجه غريبه جدا، كل واحد فيهم لما كان قدامه فرصه ان هو يودي الثاني للجون ما كانش بيعمل كده، كان بيبصيها على الجنب عشان هو يخش يتحرك في مكان عشان الكره تتلعب له ثاني ويحط جون. وحتى انا لاحظت ان كلوب كذا مره يمكن شوح وما عجبتوش الحته اللي بتحصل بينهم هما الاثنين دي. كلوب بقى تغييراته بصراحه غريبه جدا، ماتش زي ده وانت عايز تهاجم وعايز تجيب جول ممكن مثلا تنزل شاكيري، انا مش فاهم بصراحه ليه شاكيري ما نزلش، منزل لالانا ومنزل ميلنر، طب شاكيري المفروض ان ده واحد بيديك حلول بيرقص وبيشوط وبيعمل كروسات، تلعب اتنين مهاجمين مثلا فيرمينو واوريجي وتخلي مثلا صلاح وتخلي ماني او تدخل ماني حتى جنب فيرمينو وتنزل شاكيري. انا بصراحه مش قادر افهم كلوب بيفكر ازاي، تغييراته كلها تقليديه جدا. الدوري السنه دي ده اسهل دوري كان ممكن ياخده لان هو عمل صفقات قويه جدا في اول الموسم، يعني بالشكل ده كده هو هيضيع الدوري على ليفربول بعد ما كان راكب الدوري دلوقتي وقع، الضغط هيبقى كبير جدا عليه. يعني كلوب بصراحه لو ما خدش الدوري السنه دي او ما خدش حتى كمان وصل، يعني مش هقول وصل بعيد في الشامبيونز ليج هو اكيد مش هياخدها، بس الدوري بالذات لو ما خدوش السنه دي بصراحه كلوب ما يكملش مع ليفربول. طب يا جماعه ده اللي حصل في حاله البريمير ليج، احنا موجودين على تويتر وعلى فيسبوك وعلى يوتيوب وعلى انستجرام على كأن كيف فنيين، ونشوفكم الحلقه اللي جايه. سلام.